وسط جبال جنوب سيناء وفي وادي اسمه وادي النصب، في كشف جديد قلب موازين كتيرة. البعثة الأثرية المصرية أعلنت إنها لقت ورشة كاملة صهر النحاس ومباني إدارية ونقط مراقبة، واللي بيؤكد إن المصريين القدماء ما كانوش بس بيبنوا معابد أو أهرامات، ولكن كمان كانوا عباقرة في استغلال موارد طبيعية، وعلى رأسها النحاس اللي كان بيدخل في الصناعات والحروب والحياة اليومية. والأهم إن الاكتشاف ده ممكن يغير شكل ورؤية العالم كله للفراعنة. ولكن يا ترى ايه الاكتشاف اللي هيغير المفاهيم؟ هنعرف كل ده في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للنهاية. اللي حصل ان وزارة السياحة والآثار طلعت بيان رسمي قالت فيه ان البعثة شغالة من فترة في وادي النصب بجنوب سيناء، وقدرت تكشف مش بس ورش صهر ولكن كمان أفران وأدوات وسبائك نحاسية وزن الواحدة منها يوصل لأكتر من كيلو، واللي معناه ان المكان كان مركز ضخم للتعدين مش مجرد ورشة صغيرة. وده بيؤكد ان سيناء كانت دايما قلب استراتيجي لمصر، مش بس عشان موقعها ولكن كمان عشان مواردها الطبيعية. النحاس وقتها كان معدن أساسي في كل حاجة. المصريين القدماء كانوا بيستخدموه في الدروع والأدوات الزراعية وكمان في الزخارف والنقود، وده بيوضح ليه الدولة المصرية كانت مهتمة جدا تبعت بعثات منظمة لسيناء علشان تستخرج النحاس والفيروز، وده موثق في نقوش من عصور الدولة القديمة لحد الدولة الحديثة. الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال إن اللي اتكشف يوضح إن النشاط التعليمي استمر في وادي النصب من الدولة القديمة لحد العصور المتأخرة، مع ازدهار واضح في عصر الدولة الحديثة. وده بيضيف بعد مهم لفهمنا عن تاريخ الصناعة في مصر القديمة، مش بس الزراعة والبنى ولكن كمان التعدين والصهر. الورشة اللي اتكشف فيها أفران متعددة وأدوات تجهيز خام النحاس وكميات كبيرة من الفحم المصنوع من أشجار محلية وكمان حاجات فخارية، ودي كلها أدوات بتقول إن المصري القديم كان عنده نظام صناعي متكامل بيبدأ من الخام لحد السبيكة اللي بتتنقل بعد كده لوادي النيلة، وكل ده علشان تستخدم في ورش الحرفيين في الجيش. من بين الحاجات المثيرة إنهم لقوا مباني حجرية كانت في الأول نقط مراقبة بعدين اتقلبت لورش صهر في الدولة الحديثة، وده بيوضح إن الموقع ما كانش بس للتعدين ولكن كمان للأمن والحماية، لأن البعثات دي كانت محتاجة تنظيم ومتابعة. الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للآثار شدد أن المنطقة المناجم في سيناء لسه فيها أسرار كتيرة، وقال لازم نزود عدد البعثات المصرية ونشجع الجامعات والمعاهد تشتغل هناك، لأن في فترة السبعينات اشتغلت 12 بعثة وكانت بتحاول تربط الاكتشافات بروايات، ولكن دلوقتي البعثات المصرية بتشتغل علشان العلم والتاريخ. الدكتور عبد الرحيم ريحان كمان وضح أن في طرق كاملة كانت معمولة مخصوص لسيناء علشان التعدين زي طريق حورس الحربي في الشمال وطريق وادي طميلات للجنوب، وده بيؤكد ان المصريين القدماء كانوا شايفين سيناء مركز حيوي مش فرع جانبي. الموضوع ده مش بس تاريخي ولكن كمان ليه بعد سياحي كبير، لان المنطقة دي لو اتجهزت صح ممكن تبقى متحف مفتوح للزوار من كل العالم. الناس تقدر تشوف بعينها الافران القديمة ونقط المراقبة وتفهم ازاي المصريين كانوا بينظموا حياتهم من آلاف السنين. الكشف ده مش مجرد سبائك نحاس، هو رسالة بتؤكد ان مصر عندها تاريخ صناعي متكامل، وان سيناء مش بس ارض معارك او طرق لكنها كمان ارض كنوز ومعادن وصناعات متطورة سبقت عصرها.